صار لي زمان ما حكيت لكم قصص قصير. اليوم راح احكي لكم قصة مهمة كتير 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 كتير. نتفق انها سر بيني وبينكم، ما بتطلع براتنا ابدا 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 ابدا، ويعني ما تجيبولي سيرتها بفيديوهات تانية وكذا. خلص هون عفرنا وهون دمرنا. اوكي ماشي. من فترة قابلت شاب. طبعا صرتوا كلكم تعرفوا انه انا انفصلت انا وبدر، فلحالي اعطي فرصة جديدة للحب. اوكي المهم اتفقنا انه نتقابل بمكان اسمه كلابيكا. تمام، قعدنا التقينا تقريبا كانت الساعة شي 5-7 يعني 18 ما كانت كتير. المهم التقينا. انا كنت لابسة بوقتها دريس لونه اسود. اول ما شفت الشخص، يعني اذا بدي احكي لكم عن شكله مبدئيا، المهم لحالي اوكي ماشي. قعدنا. سألني أول سؤال، وأنا بصراحة حسيت يعني سؤال جريء بأول ديت، إنه سألني وقال لي كركار الديسيوران بالفلسفة الوجود لما تلاقي بسبب الموضوع فأنتي ساعدتيها شو رأيك؟ أنا طلعت هيك إنه سؤال عميق بصراحة، بنفس الوقت سؤال جريء وغريب. يعني قعدت فكرت خطر عبالي وقلتله أنا رح أسألك سؤال وبعد منها بجاوبك عاللي بدك إياه. قالي أوكي تفضلي. فشو حكيت له أنا؟ إذا أنا فإنه طلعنا بالبلبل بليزة كركارة ما لا تقلق يونو كانت بداية رمضان في المطبخ اللي بيت بقلب الخلاط، وبعد منها ما الخلاط حطينا بالتلفزيون، وبعد منها الشاشة بس حطينا الغسالة بقلب المناديل. قلت لهم قالوا لك إنه كنا نتغدى اليوم فلوفي. فشو سكت وانصدم وما توقع اني اسأله هذا السؤال. بس الجواب تبعه كان يعني مش سيء. يعني بعد ما قررنا نلعب لعبة أسئلة وصراحة وهي الشغلات، يعني فكان في مثل هيك كوردز يعني ومنقي منهم، كانت حلوة. بس من ضمن الشغلات يعني اللي سألني اياها طلع لي ورقة كان مكتوب مسابقة السنة التنافسية فلما لعبت الماراثون هي أنا ضيفة لهديك البوت نايكي ولا مجرد لعن الكوكونات اللي بالجزيرة اللي هي آيلاند فمرت. وأنا توترت كتير وخجلت كتير إنه شو الحظ تبعي يجيني سؤال إنه عن هذا الموضوع. يعني قعدت لف ودور ولف ودور ولف ودور. بعد منها يعني جاوبت خلص، يعني لحالي خلص زي ما تيجي تيجي. المهم بعد منها هون بقى اللي بلشت حسيت في شي غريب. ليش؟ يعني عمل موقف ما حبيته ابدا. شو اللي صار؟ فهو قال لي انتي اختاري. انا ما حبيتها منه. حسيت انه لا، بهذا الموقف كان لازم هو اللي يختار. ليش؟
لو الموضوع بيتعلق بشي عادي it's fine تمام، بس لأنه كان بيتعلق بالوجودية اللي يعملها سيوران وكيريكارد. أنا سبتي أحكي على سقراط وسبتي أحكي على سيوران، سبتي أعمل ريتش حتى للإنجيجمنت اللي جبت سامي، فإنه طبعا ما تزبط. فقلت لحالي مرئية يا بنت عادي، ممكن يكون متوتر، ممكن هو متعود هيك والقصص هاي. بعد منا أكلنا، كان الأكل لطيف وكل شي. قام رن موبايله، الشي التصرف اللي هو عمله أنا ماني عارفانه، هو it's green flag ولا it's red flag، فهلا رح أحكيلكن وانتو قولولي بالتعليقات الشي اللي هو عمله لما رن موبايله كان green flag ولا red flag. الفكرة انه يا نادين لما بتلعب اللي بيقولولا أول شي ترمي الضربة الأولى، فلما هي ضربت الضربة الأولى جابت 12 15 50 لوب. لما حكينا هذا الشي قلنا له الكوكونات الفلافي نبدو باللي هو بتروح بتحطها بقلب الساوند بروف ما بتزبط زي تلاقي رائع لما بنريش فيها تربي كوبنهاجن. إذا قالت لا قناة العربي ما بتزبط، لأنه طبعا إنه ليش تلاقي قناة العربي في شي بين السعر والبيش، انت لما ما أقول هي ولا لأ تلاقي خير. وحضرت شوي قول لحالي الموقف عادي يا دندون مرئية، شوي قول لحالي لأ الموقف مش لطيف كتير. فانتو سمعتوا حكيتلكن هلأ بكل صراحة، فبدي تكتبولي بالتعليقات شو رأيكن يعني بالشي اللي هو عمله. المهم أنا بساعتها يعني ما قدرت أخد ردة فعل وكذا، فقال لي إنه بتحبي نعمل شي تاني، فقلت أوكي ماشي. قررنا إنه نروح نحضر فيلم سينما. أوكي ماشي، رحنا القائمة تبعت الأفلام شو فيها عندك تبع خالد الحسين، طب إنه شي أحلى مهرب أنا شو بدي فيها. وكان في فيلم يو ديفيدي اللي كلها ما بقدر على هي الشغلات اللي هي الدول الستانلي كل هاي الأشياء، الكاميرا اللي أنا بالكاميرا أنا شو بدي أطلع بهاد الأشياء، الفلسفة الحمراء الخضراء الهاد الملك الهاد اللي هو تلاقي بيلبس البيضة المجوفة. طلعنا كمان على خيارات تانية. فيلم هاد اللي اخترنا. شو قصة الفيلم؟ راح احكي لكم قصة الفيلم بس بدون ما احرقها. قصة الفيلم انه بيكون في شاب، هذا الشاب عايش بي لما راحوا لهذا اللي يعملوا هذا الشي وقالون انه تبع لو انه نعمل هذا انه تبع هي الحركة اللي انه قام قالوا له تمام ماشي فبيو بالتصوير. فهديك اخته حبت تلاقي انه يغارت من هديك البنت وانا في كوريا وكذا مدري شو. هديك البنت تعلقت بعد ما طلعت الشاب ما عادوا لقوا، بعد ما تلاقي تعرفت على حدا وتركوا المدرسة راحت القصص وإجت القصص هاي البنت اشتغلوا مع بعض. فلما تلاقي اشتغلوا مع بعض ديك البنت شو راحت قالت لها هي البنت قالت لها انه تبع اسم اخوك نفس اسم البنت اللي انا حبيته، شبلي حبيته هديك حبيته التانية. فراحوا قالوا له هيك ركركرانا. قالت لها طيب ماشي، طلعت لي بابا بدك تقدم، قالت لها لا الباب لا البرادا. راحت صارت قصص وسافروا وديك صارت قالت لها لا بدي انتظر منك بدي اكتب لك العقارات وقصص قالت لها بدي تكتبي العقارات ودي كانت كتير زعلانة وكذا. فكانت كوميدي بس فيه شي حزين يعني وهيك. المهم ضحكنا وبكينا، فحسيت انه it's too much بصراحة لأول ديت يعني واحد يضحك ويبكي وكذا، بس it's fine يعني ما بعرف حاسة حالي انا I'm overthinking everything يعني. المهم بعد منها انا قاعد افكر بنقطتين. النقطة الاولى انه لما نزل ما تبع لما سافرت على دبي، فلما نزل بالمواصل اشتريت تبع الراوند الثلاثين فبدي يكون في فول اكل. طبعا هذا
مصلحة يعني. شو بدها طلع، تخيلوا طلعت هي بتعرف هذا الشاب. اوكي، هو حكى شو قالها لما قال على حلقة الوعد اللي جاب 140,000. شو قالها؟ مليون والتوتر موين تبوفار وسيمتو بمارا لون التعليم والعريش يعني ليش تمام. فشو قالت له هي؟ فعلا يعني عاملة حالة بريئة وانه هي حبابة وعم تسألني. انا زاد الشك براسي، حسيت في شي مو تمام. اخدت عطيت جاوبت شغلات ما جاوبتها كذا. بدي اعرف انه هي من وين عرفت هاي المعلومة بالذات، معلومة انه سيمون دو بوفوار لما كانت جميلة قالت انه الحرية والتعليم لا تتسلسل في عنق تبجنوني. عرفت لا يصير مكان الكاميرا القانون ما بيصير. لا الستاند نيور اوكي ما جو الضوء لا نيور، بس الستاند والقانون ما مش منطقي. حاولت اسألها بس يعني هي كاينة كتير، كاينة كسوسة يعني مثل ما بيقولوا بالمصري. ما اخدت منها لا حق ولا باطل. بعد منها تلاقي قبلنا السكة، حمدت راسي ونمت قلت لحالي بكرة برجع بفكر كذا. فتح عيني الصبح مين بعتلي مسج اعذر اديك الاكس بيت هذا الشاب اللي عزفتها رقم 3 سنين جاي من عبتلي على الانستغرام ولا تويتر ولا تيك توك. طلعت انا قلت لحالي لا يعني كتير صدف، كتير شغلات غريبة ورا بعضها، في شي مش تمام او ما بعرف. انا صايرة حذرة جدا فانه طبعا مخم ياخد يعطي اخد كل الشغلات ريد فلاكس وكذا. ما كسبت خبر، رحت لمين دقيت فشو قلتله. كنت يعني متوترة ولازم زبط افكاري لانه كتير شغلات غريبة. فوضعت طبعا لما نحن نقرأ رواية بتدخل الناس ما بتتفهم معها، فلما نحن تلاقي اللون الزارع على هاي الكاميرا فانت لما عم تسألني تلاقي في شغالين انا تلاقي بالمقدمة سامي. انا لما بدي اروح على هاي العربية البيجو لما تلاقي الجاكيت بتاع 10,000 بسنة من محترمة. بعد منا تلاقي لا انا بدي بيت بمدينتي. بعد منا تلاقي لا اطلع علي ثواني والكاكاو القصص هاي والخيار لا مستحيل. تلاقي بروح على اوسكار ما اخدته كل 3 كيلو. بعدها منا تلاقي لا ما هي ما اخدها من عند الغار وهيك. وانصدمت من الإجابة. إجابة كانت صادمة جدا جدا جدا، يعني ما بعرف كيف بدي احكيلكن اياها بس هي منطقية. يعني زلمة بالاخر ما كذب، وضح كل الطرقات اللي تلاقي تودي للبيت اللي يقوق ثم كربكي كل هذا هو ما دخلوا فيها. تمام، ونحن فعلا متفقين على هاي النقطة. بينما تلاقي والمولات انت سرقوني والمنقوشة ولما انت عظمك بنقوشة والمسمار وشك قال انه تمام ماشي. هاي الشغلات غريبة اعتذر وهيك، بس ما بعرف انا حسيت انه طلع من قلبي بعد ما صارت كل الحوارات يعني بيوم ونص يعني. ما تحكيته للصراحة وهيك يعني بما انه انتو سمعتوا القصة من طرفي ما رح تسمعوا الا من طرفي يعني، وحكيت لكم كل شي معلومات وكل شي تفاصيل. فاعطوني رأيكم بالتعليقات، هل مخاوفي كانت بمطرحها وفعلا كان خلص احسن انه بطلنا نحكي، ولا لا هو كان معه حق في وجهة نظر بكلامه يعني والقصص هي. حاسة انه انا بقلب القصة ما رح اقدر اعطي